يكون زي اخواتنا المغاربة اللي ما بقاش في حد زيهم، المغاربة اللي عدوا الكل وعلموا على الكل وكتبوا اسمهم في التاريخ. احنا عمرنا ما هنوصل لمرحلتهم، عمرنا ما هننجح ربع نجاحهم، عمرنا ما هنكون يعني قد الثقة بتاعتهم. احنا طول عمرنا بنهاجم، طول عمرنا بالناس بتغلط فينا، طول عمرنا طالعين بصورة سيئة. طب ما انت اللي عامل كده، الاعلام الجزائري المضلل هو اللي عامل كده، الفضايح والنصب والبلطجة وسرقة الاموال هي اللي عاملة فيكم كده، هي اللي رسمت صورتكم امام العالم سيئة. انت طالع في الاخر بتلوم وبتعيط وبتقول احنا عمرنا ما هنوصل زي المغاربة. عمر ما في بني ادم يعني يوصل بسهولة، لازما معافرة، لازما عمل، لازما على الاقل حتى يعني تكون على خلق، عشان حتى لما تيجي توصل حد يقف جنبك. انت ما سبتش فرصة لان حد يقف جنبكم، ولا حد يساندكم، ولا حد يشكر فيكم. على الاقل انتم دمرتم يعني الواجهة العربية، لوثتوها، خليتوا الناس تتكلم، خليتوا الناس تحكي وتقول ان الجزائريين همج، الجزائريين بلطجية، الجزائريين بيتعاملوا زي الارهابيين. يا ريت يا ريت يا ريت تتعلموا من اخواتكم المغاربه وتعرفوا هما بيعملوا ايه. ومش عيب ان احنا نتعلم من بعض، ولا غرور ولا كبر، انا بتعلم الحاجه اللي تنفعني، فيا ريت كل واحد يتعلم الحاجه اللي تنفعه. طبعا الفيديو اللي ناقش تعرفوا بقيه التفاصيل اتمنى الاشتراك بزر الجرس بالله عليكم، ما تنسوش تفضلوا اللايك، لايك، اللايك، صلوا على النبي.